كيف ممكن لدولة في سنة واحدة بس إنها تعيش أعمق حزن وأكبر نجاح؟ في تحليلنا اليوم رح نغوص في نبوءات ليلى عبد اللطيف المثيرة للجدل للمغرب في عام 2026، العام اللي وصف بأنه عام الدموع والانتصار. تخيلوا المشهد، من جهة دموع أمة حزينة في حداد، ومن جهة تانية احتفالات بانتصار عالمي. نبوءة 2026 للمغرب هي تناقض بحد ذاتها، بتقول إنه المغرب على وشك يعيش أحلك أيامه وأمجد لحظاته بنفس الوقت، والسؤال الكبير هو كيف؟ طيب، عشان نفهم النهضة الموعودة دي لازم الأول نواجه العاصفة اللي جاية في الطريق. الجزء الأول من التوقعات دي صراحة قاتم، وبيفصل المحن اللي يقال إنها رح تختبر صمود الأمة لأقصى درجة. بس المثير للاهتمام إنه النبوءة نفسها بتوصف المحن دي بأنها نار تطهير تسبق نهضة ذهبية. يعني الفكرة هون إنها مش مجرد كوارث عشوائية، لا، بل هي مرحلة ضرورية ومؤلمة على طريق العظمة. 3. خلوا الرقم ده في بالكم. حسب النبوءة ده عدد الأيام اللي راح يعيشها المغرب في حداد وطني، والأعلام راح تكون منكسة. والسبب؟ مش رحيل شخصية عامة، لا، السبب كارثة ضخمة لدرجة إنها راح تهز البلد من أساساته. والتهديد المتوقع ده جاي من كل اتجاه. الكلام عن هجوم إرهابي مدمر بيستهدف احتفال كبير، وكمان في تحذير من إن الأرض راح تهتز مرة تانية، وفيضانات كارثية ممكن تبلع سواحل المغرب وأسبانيا. يعني صورة كاملة للفوضى من صنع الإنسان والطبيعة سوا. لكن من رماد المأساة دي، زي ما بتقول النبوءة، راح يجي تحول سياسي. وهنا بندخل في الفصل الثاني، مملكة على وشك تغيير داخلي جذري، مليان صراع وتغيير، وفي النهاية إصلاح. النبوءة بترسم مسار واضح من 4 خطوات نحو بنية سلطة جديدة. كل حاجة بتبدأ من فوق بصراع بين كبار القادة، وده بيولع المرحلة تانية، صوت الشارع والناس بتنزل تطالب بالتغيير. وده بيوصلنا للحظة محورية، قرار ملكي جريء اللي بيوصلنا في النهاية للخطوة الرابعة، ظهور حكومة جديدة تماما. وهنا النقطة الحاسمة، النبوءة بتأكد إن الشارع مش مجرد رح يعمل ضجة، لا، رح ينجح. التحركات الشعبية دي مش مجرد احتجاجات، لا، هي المحفز المباشر اللي رح يفرض التحول السياسي الضخم ده. ونتائج التغيير الجذري ده بتتوصف بأنها إعادة ضبط كاملة. بنسمع عن حرب شامل على الفساد، وإصلاحات جذرية بمرسوم من الملك نفسه، وصعود جيل جديد من القادة، والأهم يمكن تحالف بين الشعب والجيش عشان يحموا البلد. تمام، بعد العاصفة والتحول السياسي القصة بتاخد منحنى مدهش نحو النور. دلوقتي بندخل مرحلة النبوة اللي اسمها النهضة الذهبية، فترة من الأمل والازدهار العالمي اللي ما حصلش قبل كده. بعد الدموع بيجي الذهب. النبوءة واضحة جدا، نفس سنة المشقة رح تتحول لسنة المغرب الذهبية، فترة انتصار على كل الأصعدة. الانتصار ده مبني على 3 ركائز أساسية. أولاً، الفرحة العالمية مع استضافة المغرب لحدث رياضي كبير رح يولع حماس الأمة. ثانياً، الازدهار الاقتصادي اللي رح تغذيه الثورة السياحية. وثالثاً، القوة، حيث إن المغرب رح يثبت مكانته كمنارة للاستقرار والنفوذ في المنطقة. وزي ما هو واضح في الرسم البياني، متوقع أن مكانة المغرب الدولية ترتفع بشكل كبير جدا. شوفوا المؤشرات العالية لدوره كوسيط إقليمي، وقدرته على جذب الاستثمار الاقتصادي، وممارسة النفوذ العالمي. النبوءة بترسم صورة للمغرب مش مجرد لاعب، لا، قائد على الساحة العالمية. والرؤية النهائية بتتلخص في العبارة القوية دي: سيصبح المغرب منارة أمل في شمال إفريقيا. في منطقة مضطربة في أغلب الأوقات، النبوءة بتشير إلى أن المغرب مش بس رح ينجو، لا، رح يلمع كمثال الاستقرار والتقدم. لكن كل انتصار له تمن، صح؟ في قسمنا الأخير هنبعد شوية ونشوف المشهد العالمي الفوضوي اللي المغرب بيتحرك فيه. وهنختم بتحذير أخير، تحذير شخصي ومقلق جدا، بيضيف ظل أخير على النبوءة دي. صعود المغرب مش بيحصل في فراغ. النبوءة بترسم صورة العالم في حالة فوضى، أزمة اقتصادية عالمية، ظهور أسلحة خفية مرعبة، وتحالفات عسكرية جديدة بتعيد رسم الخريطة الجيوسياسية. على المسرح العالمي الخطير ده المغرب لازم يعرف طريقه. وفي وسط كل ده بيظهر تناقض صارخ. كيف ممكن للمغرب أن يكون صانع السلام الكبير في المنطقة، وفي نفس الوقت زي ما النبوءة بتقول على وشك صراع عسكري مع جاره تونس؟ دي مفارقة بتحط صانع السلام المحتمل في موقف مواجهة.
ويمكن التحضير الأكثر قسوة محفوظ للآخر، وهو مش للأمة بل لملكها. النبوءة بتوجه إنذار مباشر لجلالة الملك محمد السادس بخصوص أزمة صحية خطيرة، وبتربط مصير الملك الشخصي بالقدر العظيم لمملكته. وفي النهاية بنلاقي نفسنا قدام السؤال الجوهري في قلب النبوءة دي: هل العصر الذهبي يستحق نار التطهير؟ هل طريق العظمة لازم بالضرورة يمر من خلال المأساة؟ النبوءة بتقدم مسار، لكن التمن بيفضل سؤال مفتوح.